السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم المغرب الجميل. عاد الدولي المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي لكرة القدم إلى المغرب خلال الساعات القليلة الماضية بعد أيام قليلة قضاها مع الفريق تحضيرا للموسم الكروي القادم. وقال مصدر مطلع إن عطية الله ارتأى العودة إلى المغرب هذا الأسبوع لمناقشة بعض العروض التي توصل بها رفقة وكيل أعماله من أجل حسم وجهته القادمة. وأوضح المصدر نفسه أن يحيى عطية الله اتخذ قراره بالعودة بعد مواصلة المشوار مع سوتشي بعد نزوله إلى القسم الثاني، كما اتفق مع إدارة النادي عند التوقيع في كشوفاته خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الوداد الرياضي. وأشار ذات المصدر إلى أن عطية الله يواجه بعض العروض، بينها عرض من ناد روسي كبير يسعى للاستفادة من خدماته بنظام الإعارة الموسم القادم.